السلام عليكم. اليوم غيكون عندنا فيديو غنتوقعوا فيه اللائحة او غنحاولوا نديروا احسن لائحة نقدروا ندخلوا بها لكأس افريقيا واحسن العناصر عندنا في كل مركز، ابتداء من حراسة المرمى الى المهاجم، وكذلك الاسماء اللي غتكون في دكة الاحتياط اللي يقدر يعطيهم والد فرصة في اي وقت. ولهذا غنركزوا على احسن العناصر عندنا في كل مركز باش تكون عندنا قائمة ديال اللاعبين اللي غنية واللي يقدروا يخلقوا الفريق. قبل ما نبداو الاخوان، هاد الاسماء اللي غنعطيو فقط هو اجتهاد مني، اما اللائحه الرسميه فراه غتكون عند والد والقرار النهائي غيكون عنده. هذه غير قراءه متواضعه منا، وما تنساوش تدعمونا باللايك ونحاولوا نوصل الفيديو ل 100 لايك الاخوان. وشكرا لاي واحد ساهم في نشر المحتوى ديالنا. وبلا ما نطولوا عليكم ندوزو مباشره للاسماء. عصير سبورت. اولا، بالنسبه لحراسه المرمى كنتوقع انه يكونوا ثلاث اسماء، كل من ياسين بونو ومنير المحمدي ويوسف المطيع. بالنسبه لياسين بونو فراه لا كلام عليه، كيتعتبر من ركائز ديال المنتخب، وكذلك حتى المنير المحمدي. في حالة كانت إصابة لياسين بونو فراه المعوض الأول ليه هو منير المحمدي، وهذا الشيء شفناه في عدة مباريات خاصة أمام بلجيكا، وكنا كنتذكروا المستوى اللي قدم منير. أما بالنسبة للحارس الثالث فاختاريت يوسف المطيع حارس الوداد الرياضي، بحكم أنه عنده خبرة كبيرة مع الوداد قاريا، وعنده ميزة مهمة وهي أنه كيتقن ضربات الجزاء. مطيع مطيع كابون مطيع سانتا المطيع سانتا المطيع وبرافو يوسف المطيع في التصدي. ومحتاجين في بحال هاد البطولات يكون عندنا خيارات بديلة، لأنه في البطولات المجمعة المدة ديال المسابقة يمكن تمتد حتى لشهر، وكتكون إصابات وما شابه ذلك. في قلب الدفاع غيكون نايف أكرد وغانم سايس، أما البدائل ديالهم كنتوقع يكون جود اليميق ويونس عبد الحميد بالخبرة اللي عندهم اللي غنحتاجوها كتير، خاصة في حالة إصابة أكرد أو سايس. وكذلك غيزيد عليهم شادي رياض، بحكم أنه شفناه مؤخرا خدا الأساسية ديالو مع نادي بيتيس، وخدا الثقة ديال المدرب ديالو بيليغريني رغم صغر السن ديالو. أما بالنسبة للأظهرة كنظن أنه غياخد أربع أظهرة باش يتفادى المشكل اللي طراليه في كأس العالم، بحيث خدا فقط ثلاث أظهرة الوقت اللي تصاب مزراوي وحكيمي. بقينا بلا ظهير أيمن. أولا في مركز الظهير الأيمن غيكونوا جوج أسماء كما كان دار آخر توقف دولي، غيكون حكيمي وكذلك أيوب العملود. ذكرت أيوب العملود بالخبرة اللي عنده كذلك قاريا. أما في الظهير الأيسر غيكون كل من عطيات الله ومزراوي، هذا الأخير اللي عنده إصابة وربما تحرموا من كأس إفريقيا، ونتمناو يستدرك الإصابة ويرجع لنا نصير، لأنه كذلك من أحد الركائز. وصراحة ما كنتيقش في حي عطية الله خاصة في المباريات الإفريقية، وشفنا هذا الشيء في المباراة اللي كانت عندنا ضد الكوديفوار والشوارع اللي كانت في الجهة ديالو. وفي مركز الارتكاز أو وسط الميدان الدفاعي غيكون له ثلاث أسماء، كل من سفيان أمرابط وأسامة العزوزي ويحيى جبران. بالنسبة لسفيان أمرابط فراه سفيان كيتعتبر أكثر من ركيزة، وإنما هو اللي كتدور عليه الفرقة كاملة، وخاصة في الأدوار الدفاعية أو الافتكاك، وكيعطينا توازن منين كيلعب في خطة 4-1-4-1 كارتكاز بوحدو. ومحتاجين لاعبين بنفس بروفايل سفيان أمرابط في مثل هذه المسابقات اللي كتعتمد بالأساس على الالتحامات والقوة البدنية. بالنسبة لباقي الأسماء فيحيى جبران كذلك كما قلت على اللاعبين الآخرين، الخبرة ديالو داخل القارة مع الوداد غتنفعنا كتير. أما أسامة العزوزي كنظن أنه هو اللي غينادي عليه اللي يكون في مركز الارتكاز، واختاريت ثلاث أسماء في هذا المركز لأنه سفيان أمرابط لاعب كتير الإصابات، ورجعوا لأسامة العزوزي الوقت اللي عطاه والد فرصة في مباراة ليبيريا بالضبط اللي كانت في ملعب أدرار، وكان مميز جدا. وكيبان أنه والد غيعتمد على أسامة العزوزي كأول بديل في حالة إصابة سفيان أمرابط. وغندوزو لوسط الميدان الهجومي اللي كنظن انه غيستدعي كل من اناحي وسليم املاح وبلال الخنوس والصباري، وهادو كاملين لا نقاش على حضورهم في لائحة والد. غنتكلم على اسم واحد وهو الصباري، لعب تبارك الله جوهرة متألق بشدة مع الفريق ديالو بي اس في ايدوفن هذا الموسم. غندوزو مباشرة للأجنحة وغنبداو مع الجناح الأيمن واللي غيكونوا فيه جوج أسماء يستاهلوا ولا نقاش عليهم، زياش وأمين عدلي، هذا الأخير اللي متعدد المراكز بحيث يقدر يلعب في مركز الجناح الأيمن وكذلك الأيسر.
وكيلعب حتى مهاجم وهمي، وكان كيعتمد عليه المدرب تشابي الونسو السنه الماضيه كمهاجم وهمي، وكان كيأديها بشكل جيد وكيسجل الاهداف. وبخصوص الجناح الايسر غيكونوا ثلاث اسماء. الاول سفيان بوفال، اللاعب اللي كيصارع الزمن باش يعود ويسترجع اللياقه البدنيه ديالو، وكان مؤخرا لعب مباراه خيريه ونتمناو يكون واجد لانه هو كذلك من الركائز ديال المنتخب. الاسم الثاني هو امين حارث، هو الاخر يقدر يلعب في عده مراكز، جناح ايمن، جناح ايسر. ومؤخرا شفنا المدرب ديالو في نادي مارسيليا غاتوزو كيلعبو كعشرة، كصانع العاب كيتيق فيه ودائما كيبدا به رسمي، وغادي في منحة السعودي كيتعتبر هو النجم الاول لمارسيليا، هو بالمهاجم اوباميونغ. والاسم الثالث اللي غيكون عندنا هو عبد الصمد الزلزولي، وكنظن صعيب والد يستدعي سفيان الرحيمي لانه كون مقتنع به والد كون استدعاه فاش كان كيجرب. اما الان فراه هذه هي اللائحه اللي غتمشي لكاس افريقيا، وصعيب يدير فيها شي تغييرات كبيره في الاسماء لانه عنده الان انسجام قوي بين هذه الاسماء المتواجده حاليا. وهذه هي اهم نقطه كيعتمد عليها والد الركراكي في اختيار الاسماء باش يكون عنده استقرار في غرفه تغيير الملابس. وهذه هي النقطه الاهم عند اي مدرب، وهو تفادي المشاكل في الفيستير. ونمروا الان لاخر مركز وهو راس الحربه. اول خيار وهو يوسف النصيري، اللاعب اللي كيتيق فيه والد وحنا كذلك تايقين فيه بحكم ضعف الاسماء اللي عندنا في هذا المركز، فراه كيبقى هو اول خيار وافضل خيار كاين حاليا. والاسم الثاني هو طريق تيسودالي اللي في الفورما هاد الايام، وصراحه كيعجبني هذا اللاعب خاصه وانه كيمتاز بخاصيه اللي ما عندش يوسف النصيري، وهي انه كيجيد اللاعب بالقدمين ويقدر يخلق الفارق في منطقة الجزاء في حالة كان اللاعب في الأرض، عكس يوسف النصيري تماما اللي عنده هذه ناقصة. وآخر خيار هو عبد الرزاق حمد الله اللي عائد من الإصابة مؤخرا، كنظن أنه غيكون معنا في كأس إفريقيا في ظل هذا النقص الكبير اللي عندنا في مركز رأس الحربة. والخيار المتاح من غير عبد الرزاق حمد الله هو شديرة اللي كنستبعد تماما أنه ينادي عليه وليد الركراكي، خاصة وأنه افتقد التنافسية مؤخرا وما سجلش ولا هدف منذ مدة. بالنسبة للأسماء الأخرى اللي عليها نقاش أو جدل كبير مثل مراد بطنة فكنستبعد يعيط عليه، وكما ذكرنا هذه ماشي فترة ديال تجريب الأسماء وإنما آخر لائحة غتكون، فراه غتدخل مسابقة كبيرة والمغاربة كاملين معلقين الأمل على هذا الكأس في هذه السنة بعد المستوى الكبير اللي شفناه في قطر. والد الركراكي بنفسه صرح أنه في حالة ما وصلش النصف النهائي غيستقيل من المهمة ديالو كمدرب للمنتخب. هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو اليوم، نتمنى ينال إعجابكم ودعمونا باللايك ونوصلوا هذا الفيديو لمليون لايك الاخوان، ما تنساوش. والى اللقاء في فيديو جديد.